ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل اسرع والذ كيك اللوتس بطريقة سهلة ولذيذة وهتعجبكم قوي. ولو عجبتكم بقى اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، ويلا نبدأ. للكيك بتاعنا النهاردة محتاجين 3 مكونات بس: بسكوت لوتس وزن 250 جرام، ومعلقة إلا ربع كبيرة بيكنج باودر، وكوباية لبن تكون باردة. طحنا بقى البسكوت في محضرة الطعام واخدناه، ضفنا له معلقة إلا ربع البيكنج باودر، وضفت له اللبن. واللبن زي ما بقولك يكون بارد، وما تحطهوش مرة واحدة، حطيه على كذا مرة. كل ما تقلبي شوية والبسكوت يتشربهم حطي شوية تانيين، مش هنحتاج اكتر من الكوباية. صينية بقى مقاس وسط، هندهنها اي مادة دهنية بالفرشة كده وادهنيها سمنة او زيت اللي يريحك. وبعدين هنحط فيها الكيك بتاعنا. ادي القوام بتاعه هيبقى بالشكل ده كده. هنزلها بقى في الصينية وهندخلها الفرن، طبعا مشغلينه دلوقتي على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. هتطلع كده بعد 45 دقيقة. هنبدأ بقى نزينها بكريمة اللوتس. طبعا كريمة اللوتس احنا متعودين نعملها مع بعض في البيت، هسيبلك اللينك بتاعها. بتطلع مظبوطة جدا صدقيني، احلى من الجاهزة. هاخدها بقى هوديها التلاجة ساعتين، هتطلع كده هبدأ اقطعها واكمل تزيين بتاعها. زي ما بقولك الكريمة هتطلع حلوة معاكي جدا، ولو حتى أول مرة تعمليها تظبط معاكي قوي. وبالنسبة للتكاليف بتاعتها أقل من ربع تمنها من السوبر ماركت. حطيت بقى باقي الكريمة في الكيس كده، وبدأت أزين الوش كده بعد ما قطعت الكيك وطلعتها بقى في طبق التقديم. زيني بقى كده بأي أشكال كده عادي، وبعدين رشي رشة بسكوت مكسر كده. زينت الطبق نفسه كده، وتتقدم بقى طبعا ساقعة، هتعجبهم قوي. ولو تحبي بقى تخلطي البسكوت، يعني تعملي نص الكمية بسكوت لوتس والنص التاني بسكوت عادي، يعني تقللي التكاليف شوية، هيطلع معاكي برضو، هتطلع الكيك مظبوطة جدا. وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.